اول حاجه عايزكم تصلوا على النبي، وتاني حاجه شكرا جدا على الدعم القوي اللي انتوا قدمتوه في اخر فتره. شكرا بجد ليكم، وعايز اشكر كل شخص كان سبب في تقدم القناه دي. فلو عجبتك يا صديقي الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل مسج الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. ومن غير كلام كتير، مشاهده ممتعه. بيبتدي الفيلم بتاعنا في سنة 1950 في دير القديس كارتا في رومانيا، ونشوف رئيسة الدير وراهبة اسمها فيكتوريا ماشيين في نفق ضلمة في الكنيسة، وبيروح عند باب بيبقى مكتوب عليه تحذير بعدم دخوله. بس رئيسة الدير بتخش وبتقول لفيكتوريا انها ما عندهاش حل تاني. بتخش الأوضة وفيكتوريا بتفضل تصلي وتدعي عشان ما تتسيش اللي هي رئيسة الدير ديت. وفجأة بتسمع صراخات، وبنشوف ان رئيسة الدير مليانة بالدم، وبترمي مفتاح لفيكتوريا وبتقول لها انها تهرب وهي عارفة تعمل ايه. وبنشوف فيكتوريا بتروح على أوضة في الكنيسة وبتشنق نفسها، وبنلاقي ان في ظل راهبة جاية من وراها، والصليب بيتقلب وبيبقى مولع. وبعد اكتشاف الجثة بتروح الأخبار للفاتيكان، واللي بيستدعي واحد اسمه بيرك بيكون خلص عمله كقس في الكنيسة بعد الحرب، وانه عايزه علشان يروح يحقق في قضية الراهبة اللي انتحرت ديت، وانه مجهز له كل حاجاته عشان يسافر. وبيديله ملف فيه عنوان الشخص اللي لقى الجثة، وان في راهبة يعني لسه معتمدتش وكده بس على علم بالمكان. فبيروح يقابلها بيرك، واللي بتقول له ألين انها لسه معتمدتش كراهبة، وبتستغرب من امر الفاتيكان وبتقول له انها ما راحتش الرومان قبل كده. بس بيرك بيقول لها ان الفاتيكان عارف هو عمل ايه، وبيتحركوا هما الاتنين على رومانيا، وبيوصلوا عند مزارع اسمه فرنش فرايز. مش حلوه؟ طب انا اسف، يلا نكمل. فبيروح عند فرنش، واللي بيقول لهم ان اهل المنطقه بيعتبروا الدير دوت مش موجود ومفيش حد بيقرب له، وانه اكتشف جثه الراهبه دي وهو بيودي المؤن ليه، لانه شغال في توزيع المؤن ليهم بقاله سنتين. وبياخدهم وبيروح على الكنيسه، بس الحصان لسبب غريب بيقف ومش بيرضى يكمل الطريق، فبينزلوا ويضطروا انهم يكملوا مشي. وبيحكي فرنش انه شغال بقاله سنتين في توصيل المؤن ليه، وانه عمره ما شاف راهبه واحده في الدير دوت، ولما شافها وداها على مستودع التلج اللي هو بيحط في المؤن عشان يحميها وكده يعني. وبيستغرب وبيتفاجئ فرنش لما بيشوف وضعيه جلوس الراهبه فيكتوريا علشان هو كان منيمها. فبيلاقي بيرك مفتاح بتبقى ماسكه فيكتوريا، فبياخده بيخليه معاه، وبياخدوا الجثه وبيطلعوا يدفنوها. وبتشوف أرين ان في جرس على كل قبر متوصل بالميت تحت. فبيقول لها بيرك ان ايام الطاعون كانت الناس بتدفن صاحيه، وده بسبب انهم ما كانوش يعرفوا هم ماتوا ولا لا، فعشان كده عملوا الجرس عشان لما حد يدفن صاحي يشد الجرس يجوا يطلعوه. وبيوصل بيرك للكنيسه اخيرا، واللي بيشوف ان لسه في دم مكان الحادثه مع انها عدت عليها اكتر من اسابيع. وبيخشوا وبيفاجئوا برئيسة الدير اللي بيبقى شكلها غريب موجودة، وبيقول لها انه جه علشان يحقق في امر الراهبة اللي ماتت، وعلشان يضمن سلامة الراهبات اللي هنا، ودوت امر من الفاتيكان. فبتقول له رئيسة الدير ان الراهبات التزموا بالصمت وعملوا على نفسهم عهد بعدم الفصح عن اي حاجة من شروق الشمس لحد غروبها. وبتسمح رئيسة الدير ببيتهم في مساكن الراهبات لحد ما ينتهي عهدهم دوت. وبيقرر فرنش انه يسيب بيرك وارين ويرجع لقريته، وبعد يومين يبقى يرجع يكونوا خلصوا التحقيق اللي هم فيه ده. وهو ماشي بيشوف راهبة بتكون بتراقبه، وبتكون ماسكه كده حبل المشنقه، وفجاه بتختفي من قدامه. ولما بيدور عليها بيلاقي راهبه شنقت نفسها وبتتهاجم عليه، فبيقوم واخد صليب من وسط المقابر وبيجري بيه. وارين بتسال بيرك وهم بياكلوا سبب الفاتيكان باختيارها في الرحله اللي زي دي، وايه الامور الغريبه اللي بتحصل دي. فبيقول لها بيرك ان في حاجات غريبه ومرعبه بتحصل، وهو بيبقى مسؤول عن حلها. فبتقول له ارين انها وهي صغيره كان بيحصل لها رؤى كتير لحد ما جه الاب فورن اللي عالجها. فبيحكي لها عن قصته مع نموذج زيها بالظبط اسمه دانيال، بس حالته ساءت عشان كان ممسوس بكيان شيطاني، وعملوا جلسه طرد الروح دي منه، بس ما قدرش يستحمل ومات. وبينتهي من كلامه وبينام. فبيحس بيرك بحاجه غريبه، وبيقوم يشوف ايه اللي بيحصل. فبيلاقي صوت جاي من وراه، ولما بيروح ناحيته بيشوف طفل من الشباك، فعلى طول بينزل وبيمشي وراه لحد ما بيلاقي دانيال اللي كان لسه بيحكي عنه من شويه، والمفروض انه مات. خرج من بقه تعبان، وفضل يطارد بيرك لحد ما وقع في قبر مكتوب عليه اسمه، وبيتقفل عليه، وبيفضل يزعق ويضرب الجرس بتاعه. وارين بتصحى وبتحس بنفس احساس بيرك، وبنشوف ان في راهبه شكلها مخيف بتراقبها في الاوضه، وبتنزل للمكان اللي بيوصلوا فيه الراهبات، وبتشوف راهبه ماشيه من وراها، ولما بتلف مش بتلاقي اي حد موجود. وفجاه بتلاقي راهبه حطت ايديها عليها وبتصرخ لحد ما بتكسر المرايه، والصليب بيقع. فبتجري ارين من الدير وبتسمع صوت جرس، بتعرف تحدد مكان الصوت وبتفضل تحفر علشان تطلعه. وفجاه بيشوف بيرك ايد بتفضل تخنقه، بس ارين بتعرف تخرجه من القبر. وبيقول لها بيرك ان في كيان شرير موجود في الدير، وبيلاقوا كتب كتيرة بتبقى موجودة في القبر اللي كان مدفون فيه لسه. فبيقرر يجمع الكتب دي علشان ممكن تساعدهم في حل اللغز ده. ولما يقرروا يخشوا الدير تاني بيلاقوا ان الدم بيزيد بدون تفسير. وبيقول لها ان المفتاح ده شكله كان مهم للراهبة فيكتوريا، وانها تحاول تجمع اكبر كمية من المعلومات من المفتاح ده لحد ما هو يخلص قراءة الكتب اللي هو كان لسه واخدها من القبر. وبتشوف ارين في الكنيسة ان في راهبة واقفة بتراقبها، ولما بتروح تشوف مين ديت بتلاقيها قاعدة بتصلي. فبتحاول انها تروح تكلمها، بس بتيجي راهبة تانية اسمها دوانا وبتقول لها انها في العبادة بتاعتها،
وان الدير دوت ماشي بعباده دائمه وكل واحد ماشي بورديه، وان دوت دول اختهم روز اللي هي قاعده بتصلي دلوقتي يعني. وبنشوف فرنش اللي بيبقى قاعد في حانه وبيبقى معاه الصليب اللي خده من المقابر، وبيقول له الراجل اللي واقف على البار ان المدينه بقت غريبه وكل يوم الشر بيطولها، وان في بنت صغيره شنقت نفسها في مزرعه ابوها والمحصول كله ولع وتحول لرماد. فبيفتكر فرنش بيرك وايرين وبيخاف على لو يحصل لهم حاجه لانهم في الدير دوت. وبيرك بيكون لسه قاعد بيقرا في الكتب اللي معاه وبيشوف رسمات وبيقرا على روح شريره اسمها فالك، وباب الكنيسه الحديد بيتقفل، وايرين بتكون قاعده مع ديوانا واللي بتحكي لها على قصه اختهم فيكتوريا، وانها كانت اكثر اخلاصا في الدير دوت، وانها كانت في عباده دائمه، وبتحكي لها عن تاريخ الدير ومين اللي بناه، وان واحد اسمه دوك بناه على اساس انه يكون مكان للشعوذه بتاعه وعمل طقوس الشيطانيه، لحد ما استدعى قوه شريره جايه من الجحيم واللي اسمها فالك، لحد ما جنود الكنيسه جت واقتحمت المكان وعرفت انها تخلص على الروح ديت وحبسوها عن طريق دم المسيح. بعد كده خبوا الدم ده في مكان سري في الكنيسه، والكنيسه كانت بخير كل السنين دي لحد ما حصلت الحرب وبتكسر بوابه الروح الشريره دي تاني. فبتسألها ايرين عن الراهبة اللي شافتها في مراية الكنيسة، فبتقولها ديوانا ان كل الراهبات شافتها وانها بتيجي بالليل وبتتجسد على هيئة راهبة عشان تعرف تتمشى وسطينا، وده ممكن يكون سبب في انتحار اختهم فيكتوريا. وبعد كده بتوديها على الأوضة اللي هتبات فيها ايرين، بيشوف بيرك مخططات الدير وتصميمه، وبيلاقي بوابة الكنيسة واللي بيتخض من رئيسة الدير اللي بتكون موجودة معاه وبتقول له ان ايرين خلاص بقت في عداد المفقودين. ولما بيحاول يقرب منها ويشيل القناع من عليها في ايد هيكل بتيجي عليه وفجأة بتختفي رئيسة الدير من قدامه. وارين بقى بتحلم بكابوس وبتصحى تشوف راهبة قاعدة قدامها والصليب اللي فوق دماغها بيتقلب، ولما بتقرب منها بتختفي من الأوضة. وفي لحظة كده بنشوف فيكتوريا بتقول لارين ان الرب هينقذها وبتقوم منتحرة، والباب بيتفتح من ورا ارين وبتسمع صوت جاي من وراها، ولما بتروح وراه بتلاقي نفسها في الممر اللي كانت فيكتوريا في اول الفيلم فيه، وبتظهر راهبة شكلها بيكون مخيف ومرعب وبتحاول تشد في ارين، فبتمسك ارين في الصليب وبتهرب. فبتيجي دونا وبتشد ارين وبتقول لها انها تقابلها في المكان اللي بيصلوا فيه لان ده الحاجة الوحيدة اللي ما تعرفش تعمل لها حاجة فيها وهي موجودة. ولما بتروح ارين بتشوف جثة، ولما بتكشف الغطا بتلاقي ديوانا، وبيرك بيحصل زلزال في المكان اللي هو فيه وبيسمع صوت دانيال وبيحاول يخنقه، وبيشوف بيرك الراهبه اللي شكلها مرعب وبيعرف يهرب منهم. وارين مش بتكون فاهمه ازاي ديوانا ميته وهي اللي قالت لها انها تيجي على هنا. وفجاه كده بيخشوا بقيه الراهبات وبيفضلوا يصلوا، وفجاه كل الراهبات بتتنطر من حوالين ارين وبتفضل ارين تصلي لوحدها. وبعد كده هدوم ارين بتتقطع، تفضل تتجرح وتترسم نجمه على ظهرها، وبتسمع صوت بيرك وفرنش اللي بيكونوا وصلوا، وفرنش بيجي علشان يساعدهم تاني، وبتحكي لهم ارين على اللي حصل وان جماعه الراهبات كانوا بيصلوا علشان ما يحصل لهمش اذى من الراهبه دي. فبيستغرب بيرك وبيقول لها فين الراهبات اللي انت بتتكلم عليهم، وفعلا بتلاقي ارين ان مفيش حد موجود، بتاكد لهم ان كان في راهبات موجودين معاه وكانوا بيصلوا مع بعض. فبيقول لها بيرك ان دي ممكن تكون رؤيه شبه حقيقيه شافتها، وبتروح ارين ناحيه الجثه بتاعه ديوانا واللي بتلاقيها واحده كبيره وميته، وبتقول لبيرك ان مفيش حد موجود في الدير ده اساسا وان كل الراهبات ماتت بسبب الروح ديت. وفجاه بتصحى الجثه ديت وبتطعن بيرك، فبيحاول يثبتها على الارض وبيعمل بيرك طقوس عشان يخرج الروح الشريره دي منها، فبتقوم الجثه محروقه وبتفضل تولع لحد ما فرنش بيضرب نار بالبندقيه بتاعته عليها. وتقول لهم ارين ان الروح دي خلصت على كل الراهبات اللي في الكنيسه عدا رئيسه الدير وفيكتوريا، وان فيكتوريا موتت نفسها علشان ما تستحوذش عليها الروح الشريره دي، وانهم عايزين دم المسيح عشان يعرفوا يحبسوها تاني. بس بتطلب ارين من بيرك انه يعتمدها رسمي منه عشان تبقى راهبه، وفعلا بيعتمدها. وفعلا بينزلوا وبيلاقوا تمثال مريم اللي بيكون فيه ضوء نازل على صباعها وبيكون موجه الضوء على الخزنه اللي فيه دم المسيح. وبيكملوا مشي لحد ما بيروحوا الباب اللي اتسحبت فيه رئيسه الدير، وبيتفرعوا عن بعض وهم مش واخدين بالهم. ولما بتمشي ارين بتشوف راهبه ماشيه وراها وبتتهجم عليها واحده تانية، ولما بتهرب منهم بتلاقي نفسها وسط نجمه زي اللي اترسمت على ظهرها. وبعد كده بتيجي ايد بتطفي الشمعه اللي في ايد ارين، وبيسمع صوتها فرنش وبيروح عشان يكسر قفل الاوضه. ولما بيدخل بيلاقي ناس كتير وشوشهم مغطاه، وبيلاقي ايرين وهي متعلقه وفي رقبتها اللي هي الازازه اللي فيها دم المسيح. ولما بيروح يشيل الغطا من عليها بيلاقي ان فالك استحوذ على روحها وبيخبطه، وبتروح عشان تموته بالبندقيه بتاعته. فبيقوم واخد دم من رقبه ايرين وماسح على وشها، وبيعرف انه يفصل الروح من على ايرين. بس قبل ما يهربهم بتيجي فالك وبتخنق فرنش وبترميه في بركه بيكون تحتيها البوابه اللي هو جاي منها. وبيحاول بيرك يساعد ارين قبل ما فالك يستحوذ عليها تاني، فبيجي دانيال وبيعمل تعبان يعضه من عينه، وبيقع الدم في الميه وبيكون بعيد عن ايد ايرين. تطلع فالك بشكلها المرعب وبتغرق ايرين، بس بتعرف ايرين انها تروح على علبه الدم، ولما بتطلعها عشان تخنقها بتقوم ايرين بخت الدم في وش فالك، وبتعرف انها تحرقها وبتحبسها تاني في البوابه. وبعد كده بينقذها فرنش قبل ما تغرق وبيديها بوسه. وفي النهاية بنعرف ان كل المقابر دي بتاعة الرهبات اللي ماتوا بسبب تأثير فالك عليهم، وبيقول لها فرنش انه اسم الحقيقي موريس. بعد كده بتصلي ليهم وبيخلص الفيلم
على كده ما تنسوش اللايك والكومنت الجميل، ولو عايز فيلم معين اكتب لي كومنت باسم الفيلم وانا في اقرب وقت هنزل له الملخص بتاعه. ما تنساش تتابعني على الانستجرام هتلاقيني اكتر هناك، وبرضه على كل المسجات اللي بتوصل لي. وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اي حاجه جديده انزلها. وبس كده، شكرا ليكم.